وصفتنا لليوم هي كيك بالشوكولا والمكسرات. ولا نقولوا وصفة الفواكه بسيطة الجافة. سهلة التحضير. مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا بصحة جيدة. كما قلت لكم جبت لكم اليوم هذا الكيك شباب والبنين وجد مغذي كما يقولوا، فيه بزاف الفايدة. تبعوا الوصفة للأخير وهو يعني باش تشوفوا كامل التفاصيل. المهم كما كنتوا تشوفوا اول حاجة راح نوجد المول تاعي. المول تاعي انا بارابور المقادير تاع الوصفة او شوية كبير. نتوما دو بريفيرونس تاخذوا المقاييس تاع 25 على 11 ولا 10 سنتيمتر. دونك يكون شويه صغير على هذا باسكو نستعملوا غير كميه قليله تاع البيض. فوالا كيما شفتوا بوغيتو ودرت له الفارينه، تقدروا ديروا له حتى شويه زيت وتدردروا عليه الفارينه باش يعطيني هذيك لاكوش اللي تكون بنينه وتكون كوستيونت. فوالا نحكموا زوج حبات تاع البيض، نحكموا نديروا معاهم قرصه كبيره تاع الملح، غوس بانسي. ودي بريفيرونس تستخدموا الباتور ولا الضراب الكهربائي هذا، سينو ديروا بالمانيوال يعني الفوي مانيوال. لازم يتهوى من مليح الخليط تاعكم تاع الكيك باش يجيكم خفيف وتجي النتيجه روعه روعه. كما كتشوفوا انا بعد ما ضربته مليح ونقعد دائما نضرب كل ما نزيد مقدار من المقادير. خديت 120 غرام تاع السكر، يعني اضفته على زوج ولا حتى على 3 مراحل، وانا راني مازال ندرب بالضراب الكهربائي كما قلت لكم. بعد نحكموا 80 غرام تاع زبده ولا مارغرين، انا استعملت مارغرين فلوريال. ذوبتها وخليتها تبرد. بون ونزيدوا علبه تاع الياغورت مع مغرفه صغيره تكون معمره تاع لافاني. هذا مكان. وبعد نجيبوا المكسرات اللي عندنا ونجيبوا الشوكولا، لي بيبي دو شوكولا هادو دو بريفيرونس. فوالا انا استعملت الزبيب اللي مغطى بالشوكولا، راح نكلخ شويه لي زونفون. كتعرفوا الدراري كاين اللي ما يحبش الزبيب كيما ولادي، دونك استعملت هذا الزبيب المغطى بالشوكولا. ما نكذبش عليكم ما فاقولوش وعجبهم بزاف. يعني الوصفه هذه ما قعدتش لو طون اللي طابت قسمتها لهم كلاوها سانسيرمون بصحتهم وبصحتنا، وان شاء الله تجربوها نتوما وتعجبكم اكيد. نحكموا هذوك الكميه، انا درت شويه بيستاش، ندردروا عليهم الفارينه باش هكا نعطوهم لاكوش هذيك اللي كي نحطوهم في الكيك ماش يطيحوا في القاعده، راح يقعدوا يعني يتزربعوا في الكيك بصح ما يطيحوش بزاف في القاعده. فوالا ان شاء الله تكونوا فهمتوني. ونجي نزيد يعني الفارينه شويه بشويه. انا استعملت 180 غرام تاع الفارينه مع علبه زائد نصف علبه تاع خميره كيميائيه، ونغربلوها اكيد هكذا ونستعملوا غير الفوي. هنا انا سرعت الفيديو، سينو ديروا حركات دائريه هكا وشنو ببطء يعني باش هذاك واش طلعته كامل ما يعاودش يهبط لكم. فوالا حتى كملت الكميه تاع الفارينه مع الخميره هذيك. وهنا كي شفت الخليط تاعي شويه ثقيل باش يجيني الكيك خفيف، نتوما عندكم هي ميزاكم، تقدروا تزيدوا زوج مغارف كبار حتى 3 مغارف حتى 4 تاع الحليب باش يعطيكم هذا القوام. لازم تلحقوا لهذا القوام الخفيف. فوالا ما بيد ما زدت له هذوك المكسرات والشوكولا اللي كان فيهم كميه قليله تاع الفارينه، يعني اعطاني القوام يعني اللي يجي سوا كما نقولوا جا سوا جا. هذا واش لازم هكذا لازم تكون الوصفه. وبيان سور نحطوه في المول اللي كنا وجدناه من قبل تو سامبلومون هكا زينتو. هنايا دو بريفيرونس ديروا اون كوش تاع لا فارين، يعني دردروا شويه الفارينه بالصفايه باش هذوك كامل واش راكو تزينوا مكسرات ولا شوكولا ولا حيقعد لكم في الوجه تاع الكيك. فوالا هذا واش حبيت نقول لكم. وطيبوه على 180 درجه بيان سور حتى هكا يعطيكم ان كيك بيان كوي. وبعد حمروه شويه من الفوق، وانا زدت درت عليه شويه سكر غلاس مرمطاب. صدقوني هذا الكيك بزاف شباب بزاف شباب. سورتو لازمتو يعني استعملتوا لو مول اللي لازم باسكو زوج حبات بيض ماشي كميه كبيره، سينو ضاعفوا المقادير واستعملوا المول اللي حبيتو. شوفوا لي هذيك الخفه، شوفوا لي هذيك هذاك القوام وهذيك البنه. واش نحكي لكم هذاك الزبيب كي يعني هو مغطى بالشوكولا، كي تقيسوا الحراره راح يطرطق معايا وراح يعطيني بنه. واش نحكي لكم لازم تجربوا هذه الوصفه باش تعرفوا واش راني نهضر. مع الاخير نقول لكم بون ابيتي، شهيه طيبه. ما تنساونيش بتشجيعاتكم ولايكاتكم. فوالا كتبونا في التعليقات الاراء ديالكم، الراي تاعكم يهمنا بزاف. نقول لكم بقاو على خير، تهلاو في روحتكم، تلاقاو في وصفات واحده اخرى ان شاء الله.